السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير بجد، وحشتوني. بقالي فترة كبيرة ما بنزلش فيديوهات على القناة، بس كان عندي ظروف يعني، وكان عندي مشاكل يعني وكده، فما كنتش بصراحة بصور يعني ولا عارفة انزل فيديوهات. سامحوني بقى على الغيبة الطويلة ديت، بس ان شاء الله الايام الجاية اكون منتظمة معاكم وانزل فيديوهات على طول، وفي مفاجآت بقى جاية كتيرة كده ان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا بقى، الفيديو ده المفروض يعني اخر فيديو انا كنت منزله لكم ده كان متصوراه تاني يوم على طول. بس ما نزلتش بقى من ساعتها، فقلت بقى ايه انزله كده واصور لكم ان شاء الله فيديوهات جديده وانزلها لكم. بصوا بقى، انا في اليوم ده انا كنت خرجت كده يعني، اشتريت شويه حاجات كده من تحت كانوا ناقصني. جبت الاناناس اللي وريتلكوا ده. بصوا اسمه شهد، حاجه زي كده، يبقى فيه خط اخضر بس هو مش باين في الكاميرا. بجد طعمه سكر عسل كده، اكنكم بتاكلوا عسل. كان طعمه حلو قوي. جبت كمان عنب، وجبت بقى حاجات للفطار، كانش عندي حاجه خالص نفطر بيها. جبت جبنه رومي بقى، وجبنه ديت اللي هي تكون حادقه كده وفيها قطع فلفل. وجبت فول وطعميه وشيبسي، الحاجات دي للفطار. وجبت بقى للغدا، كنت جايبه ساعتها بتنجان وفلفل وكوسه، كنت هعمل يعني محشي. الفيديو اللي قبل ده كان المفروض كنت عامله محشي ورق عنب، تقريبا محشي ورق عنب وفلفل. فده كان تاني يوم على طول. طبعا كان عندي الخلطه ساعتها، ما عملتش يعني خلطه ولا حاجه. طبعا عملت معاكم المحشي كتير قوي على القناه، هعمله بقى معاكم النهارده باختصار كده على طول. انا بصوا جايبه الحاجه متقوره اهو زي ما انتم شايفين. الحاجات اللي كنت بوريها لكم ديت لبن بالشوكولاته زينه، بجد طعمه تحفه قوي، تقيل كده وطعمه جميل، بحبه قوي. وكنت جايبه بقى كيكه وزبادي لابني. الكيكه السويسرو الكبيره ديت ب10 جنيه الواحد، وحجمها كبير قوي. بس بقى اول حاجه كده هحضر معاكم الفطار. هعمل جبنه بطماطم، الجبنه الحادقه ديت مع الطماطم بتكون طعمها حلو قوي، شويه زيت بقى كده ويكون طعمها تحفه. وهقطع كمان، جايبه الطماطم دي اعمل بيها الجبنه بالطماطم، وهقطع طماطم وفلفل يبقى طعمهم حلو مع الطعميه. سندوتشات بقى طعميه ومعاها طماطم كده وفلفل، بيكون طعمهم حلو قوي مع بعض. بحط على الطماطم بالفلفل ديت شويه ملح وفلفل اسود بس. سواء في فينو بقى او في عيش مع الطعميه بيكون طعمها حلو قوي. قطعت بقى ايه طماطمايه كده وحط عليها شويه جبنه. بص عامله كميه صغيره عشان طبعا ما بتقعد الطماطم بتطرى وتبقاش حلوه، بحبها فريش كده. بس وحطيت عليها شويه زيت وهقلبها وتكون خلاص دي كده جاهزه معانا. بص انا كنت لسه جايه اهو بالعبايه، ما غيرتش حتى. قلت اخش احضر كده الفطار على طول، يعني عشان اخلص ايه، كنت جاي اصلا متاخر من بره، كان بعد العصر تقريبا. قلت بقى اخلص على طول كده احضر الفطار ونفطر عشان الحق اعمل الغدا. ودي الجبنه الرومي اهي. طعمية بقى كانت للاسف بردت، بس عادي يعني هناكلها برضو. هنرميها يعني. انا بحب الطعميه سخنه، بس للاسف يعني قبل ما بجيب الطعميه واروح او عيالي يروحوا يجيبوها ويجوا بتكون بردت. اكلها سخنه، ممكن اول ما اجيبها كده اروح واخده قرص كده اكله حاف وانا جايه في الطريق. غير كده لا خلاص بتكون بردت. خلاص كده حضرت الفطار، وده الفول كنت جايباه مهروس كده. كان طعمه حلو قوي، يكون متحوج يعني ومهروس. خلاص بقى فطرنا، دخلت اعمل شاي بلبن. بحب الشاي بلبن قوي، بس مش بحط عليه ميه، بلبن بس. بحط اللبن وشوية شاي وشوية سكر. حطيت حوالي نص معلقة شاي كده، وهحط بقى ايه معلقتين. حطيت معلقتين ونص سكر. وده اللبن طبعا مغلي بقى. ورحت حطاه على طول عليه، ما بحطش عليه ميه بقى، باللبن كده بس بيكون طعمه حلو قوي. بس الشو بقى وايه، واخش احضر الغدا. المحشي طبعا قايله لكم كان عندي الخلطه، عبيته على طول وعملت معاه ملوخيه
و... وجلاش كنت عاملاه معاكم في رمضان، اللي بيكون متقطع قطع صغيرة كده هي اسمها فطيرة الجلاش. كنت عاملاها معاكم في رمضان. الجلاش مش بنحط رقات كده، لا بنكون مقطعينه وعاملين له يعني صوص تشريبة كده ليه، طعمه بجد حلو قوي. كان عندي بقى البسكوت ده طبعا يعني البسكوت ده من العبد، بس انا جايه من السوبر ماركت، لكن هو من العبد طعمه حلو قوي، فيه زيه كده متغلف من بره بالشوكولاته، طعمه تحفه تحفه. كنت تقريبا موريهولكوا قبل كده، ومش غالي والله، تقريبا الباكت ده كده ب16 جنيه، حاجه زي كده. في كام، في حوالي 9 بسكوتات او 10، مش 10 بص، ولا 9 على 12، حاجه زي كده. بس اقعد بقى اكل البسكوت واشرب الشاي بلبن. خلاص كده كنت دخلت اهو، دول الخلطة اللي كانت متبقية عندي، والحاجات اهي غسلتها كده. بص، هو بنجيب حاجة متقورة كده بتكون سهلة خالص، مفيش يعني بالكتير نص ساعة تكوني مخلصة المحشي والحاجات اللي هتتعمل معاه. حبيته، انا بحب اوقفه كده في الحلة بس، واحط له بقى ايه، كنت اعمل لسان عصفور بس يعني ما لحقتش بصراحة، يعني قلت مش مهم، كنت عاملة ملوخية قلت مش مهم لسان عصفور. بس كده كان الغدا بقى ايه، حطيت المحشي على النار وهو كان يستوي زي ما شفته. وكان عندي بقى الفراخ ديت مكانتش هتقضي يعني، ورحت مطلعه عامله جنبيهم كام صباع كفته كده، والجلاش اهو اللي بقولكوا عليه طعمه تحفه بجد، والملوخيه والعيش بقى طبعا عشان الملوخيه. كان بجد الغدا حلو قوي. الجلاش ده طريقته حلوه قوي. بصوا هقولكوا باختصار كده ايه وانا بغسل معاكم المواعين. بصوا بجيب الجلاش، هي بصراحة مش طريقتي انا، واخدة الطريقة من الشيف نازية السيد. بصوا هتقطعوا الجلاش، تمسكوا الجلاش كده، لو عندكم بقى جلاش مثلا متبقي مثلا عندكم او حاجة، لو ما عندكوش عادي هاتوا لفة جلاش وقطعوه قطع صغيرة كده، وفردوهم بقى ايه، ما يكونوش لازقين في بعض، امسكوهم بايديكم كده اقعدوا فردوهم كده. صوص التشريبة بقى بيكون عبارة عن لبن وزبادي، بس مش فاكرة النسبة بجد بصراحة يعني، تقريبا كوباية لبن عليها علبة زبادي اللي هي البلدي اللي بالقشطة ديت، وعليها تلت كوباية سمنة، شوية ملح وشوية فلفل اسود، وبقلب الحاجات دي كلها مع بعض. تقريبا برضو مش متذكرة أوي، بس هي تقريبا الحاجات ديت بس. وبقلب الصوص التشريبة ده مع بعضه، وبحط بقى في الصينية من تحت. آه طبعا بكون دهنة الصينية سمنة، بحط نص كمية الجلاش اللي معايا واسقيها بصوص التشريبة دي، وبعدين في النص لحمة معصجة بس بيكون عليها فلفل الوان، احطها في النص وعليها شوية جبنة موتزاريلا، وبعدين احط بقية كمية الجلاش اللي عندي يعني، وصوص التشريبة الفاضل، وادخلها الفرن. يعني توبك تبتدي ايه تاخد خلاص سوا ايه، بطلعها احط لها الجبنة وادخلها تاني جبنة موتزاريلا على الوش. بجد بيكون طعمها تحفة، غير اللي هو الجلاش بالطريقة التقليدية العادية دي، لا ده طعمه مختلف خالص. بس كده كنت خلصت المواعين، وعملت كمان اهو الرخامة. بس كده ايه، الحمد لله كون خلصنا المطبخ. وعملت طبعا بقى الحوض، غسلته وشطفته يعني كده وخلاص، والجزء الرخامة اللي عند الحوض. ده بقى شكل المطبخ النهائي. الحمد لله خلصت. بصوا احسن لحظة عندي في اليوم كله وبخلص كده، وهدي بقى الاضاءة بتاعة المطبخ، وياه احساس جميل قوي. بس كده حبيبي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واستنوا بقى ايه، مفاجأة مش عايزة اقولها لكم دلوقتي، ان شاء الله لما نروح يعني هبقى اعرفها لكم. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم. مع